السلام عليكم، أهلا بكم معايا. أنا أمل حسين. النهاردة هقدم معاكم كده فكرة جميلة جدا، كمان هتسهل عليكم الوقفة في المطبخ بقى وفي الصيف والحر. أنا عندي هنا أي حاجة بحب أحمرها بحطها في الميكروويف، بتاخد 3-4 دقايق كده وبتتحمر وبتطلع باللون الجميل ده. أنا حمرت هنا بقى الشعرية والمكرونة ولسان العصفور، بحمرهم في الميكروويف من غير ولا نقطة زيت. عايزه اقول لكم الطريقه سهله وجميله جدا وكمان صحيه. تقدروا تجهزوا كميه كبيره وتحفظوها بقى، بتقعد معاكم شهور بالطريقه دي، وتحفظوها في علبه في المطبخ بعد ما تبرد. تستخدموها بقى في اي وقت، بتكون جميله جدا وكمان بتسهل ان انتوا تقفوا ربع ساعه تحمروها على البوتاجاز، ما بتاخدش وقت خالص في التحضير. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. بحضر اي بايركس عندي بيدخل الميكروويف، وهبدأ احط فيه بقى المكرونة. انا عندي هنا كمية المكرونة تقريبا نص كيلو بس. ممكن بقى تحطوا كيلو، يعني لو هتعملوها على كذا مرة او كده، هي بتبقى جميلة بتستخدموها في الشربات بقى او المكرونة المحمرة. هاخدها وادخلها الميكروويف وهظبط الوقت بقى. انا ظبطت الوقت على 6 دقايق تقريبا، لكن هي ما خدتش غير 4 دقايق بس تحمير معايا. تقدروا بقى تظبطوا الوقت، انا ظبطتها على يعني ممكن دقيقتين بقى وتشوفوها وتقلبوا تقليبه كده ودقيقتين تاني. انا واقفه جنبها في المطبخ ظبطت على 6 دقايق، بس هي خدت معايا 4 دقايق او 4 ونص بس. كل دقيقتين بقى ببدأ اقلبها كده تقليبه. طبعا حسب الكميه، يعني لو بتعملي كيلو هياخد 6 دقايق، النص كيلو بياخد 4 دقايق بس. خلوا بالكم بس تطلعوها كده كل دقيقه ونص او دقيقتين، ادوها تقليبه ورجعوها تاني. شايفين شكلها بعد ما اتحمرت؟ طبعا بتتحكموا في درجة اللون بقى، غامق او فاتح زي ما بتحبوا. انا بحب احمرها بالدرجة دي. تعالوا كمان نحضر بقى اهم حاجة في المطبخ، لسان العصفور. بنحتاجه كتير جدا. حطيت لسان العصفور كده في البايركس. هو نفس البايركس انا بستخدمه في كل حاجة يعني. بعد ما بخلص بطلعه وبحط الحاجة التانية فيه. بحط كده لسان العصفور وبدخله دقيقتين واطلعه اقلبه بالشكل ده، وارجع ادخله تاني في الميكروويف يكمل تسوية. شايفين؟ هقلبه بقى كمان تقليب وادخله اخر دقيقتين. ولسان العصفور هو كان تقريبا كيلو وخد 6 دقايق معايا. طبعا بكون واقف في المطبخ بقى بغسل مواعين او بعمل حاجة او بطبخ، وبحط الحاجة دي وانا واقفة علشان بس ما اضيعش وقت وواقفة في المطبخ. شايفين؟ بعد ما حضرته انا هقدم بس شوية كده في الطبق، والكمية الباقية بحطها على جنب. طبعا انا بحط كده في الاطباق بس عشان التقديم. اخر حاجة بقى واهم حاجة في المطبخ كمان هي الشعرية. الشعرية مهمة جدا وبنستخدمها كتير في الشربات ومع الرز. انا هحط هنا بقى كيلو من الشعرية، وهبدأ اسوي السطح بتاعه كده وهدخله بقى الميكروويف. وكيلو الشعرية هياخد تقريبا برضو 6 دقايق في التحمير. بدخله دقيقتين واطلعها احمرها. هوريكم حاجة دلوقتي عشان ما تسوش بس عليها وتسيبوها الوقت كله عشان ما تتحرقش. شايفين؟ هي من فوق مش متحمرة قوي، بس من تحت استوت واتحمرت بالشكل ده. عشان كده بقول لكم لازم تقلبوها كل دقيقه ونص او دقيقتين. خلي بالكم اول دقيقتين مش مشكله، بتدوها تقليبه كده، وبعد كده بعد دقيقه كل دقيقه ونص ادوها تقليبه. وخلي بالكم عشان ما تحرقش بس منكم. شايفين؟ ودي كانت اخر مره بقى وطلعتها. وانا بحب احمرها كده كويس علشان بعد كده وانتوا بتحطوها مع الرز بترجع لونها يفتح درجه. تعالوا بقى نحطها كده في الطبق، وهقدم شويه معاكم طبعا، والباقي بحطه بعد كده في علبه. شايفين بقى شكلهم جميل ازاي؟ عايزه اقول لكم هي بس الكاميرا بتغمق شويه، بس هم لونهم على الطبيعه حلو قوي. الناس بقى اللي سالتني في الفيديو اللي فات انت ازاي بتحمري الشعريه كده، لونها حلو قوي. حبيت اقدم لكم بس الوصفه. شايفين؟ بحمرهم بقى كده، وبعد ما بيبردوا خالص بحطهم في علبة او في برطمان ازاز وبحفظهم في دولاب المطبخ. يعني عايزة اقول لكم بيقعدوا شهرين 3 كمان. انا طبعا كل شهر بعمل الموضوع ده وبحضر الحاجة كده بتاعت الشهر وبحطها في المطبخ. كل ما الكمية بتخلص بقى بحضر غيرها. لو جالكم بقى ضيوف على غفلة او حبيتوا تحضروا اكل يعني فجأة كده، هتحسوا بقى ان الموضوع سهل، لان الحاجات دي بتسهل معاكم. ممكن بقى تحضروا كده لسان عصفور او المكرونة، او لو هتعملوا رز بشعرية هتكون الشعرية جاهزة. ما بتحتاجوش بقى تقفوا كتير، وكمان الصيف والحر بقى ما بيحبش وقفة كتير في المطبخ. تقدروا تحضروهم بقى وقولوا لي رأيكم بعد ما تحضروهم. قولوا لي بقى فعلا موفرة وفكرة حلوة ولا لا. لو حابين بقى افكار في الميكروويف زي كده ممكن تكتبوا لي تحت، وانا اقدم لكم افكار في الميكروويف وافكار تحضيرات كده بتسهل عليكم وقفة المطبخ في الصيف.
ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.